شغال في السوق المصري والخليجي وعاوز افهم ازاي اتوسع لاوروبا وامريكا. طيب انت طالما شغال في مصر والخليج يبقى معنى كده انت شغال كاش اون ديليفري او دفع عند الاستلام. المرحله التانية اللي انت تتنقل على الاونلاين بيمنتس والديجيتال بيمنتس، دي هتعملها ازاي؟ هتفتح شركه بره، يا اما في امريكا يا اما في اوروبا زي بريطانيا. انا بنصح الشركه الامريكيه بعد ما بتفتحها بتاخد رقم اسمه اي ان ده الرقم الضريبي اللي بتتعامل بيه، بتفتح بيه بنك الكتروني. بعد كده بتروح مع شوبيفاي بتقدم على حاجه اسمها شوبيفاي بايمنتس او سترايب. انا بنصح شوبيفاي بايمنتس، دي بتخليك تستقبل فلوس من اي دوله في العالم باللوكال كارنسي بتاعت الدولة. هتبتدي، انا رأيي تبتدي دروب شيبينج واحدة واحدة، ممكن تحولها اللي انت تشتري البضاعة بتاعت المنتج ببرايفت ليبل، يعني باسم البراند بتاعك. واحدة واحدة بقى تكبره يبقى براند كبير ان شاء الله. دي كده رود ماب سريعة. طبعا طريقة الشغل بتختلف بره عن السوق المصري والخليجي. لو انت شغال كويس فيهم ودي مرحلة توسع، خلاص توكل على الله. لسه بقى حاسس نفسك لسه يعني مش احسن حاجة في الماركتينج والسيلز وكده، يبقى استنى شوية لحد ما تتمكن خالص من كل حاجة، وبعد كده ابتدي توسع بره وربنا يوفقك ان شاء الله.